في رصاص ممكن يطلع من عين او من قلب اسود مليان غل. فرحة البنت الهادية ما بقتش هي، اتحولت لواحدة تانية تماما، بقى صوتها عالي وبقت تتعصب على كل حاجة، بتكسر الحاجات اللي في اوضتها، بترد على امها ردود عدوانية، مستواها في الدراسة انهار بعد ما كانت من اشطر الناس في الفصل، وجسمها كله بدأ يدبل، دايما همدانة ووشها مصفر وما بتاكلش. بس اكتر حاجه كانت بتقطع قلب ابوها وامها كانت الكره اللي ظهر عليها من ناحيه ابوها، بقت بتكره ابوها، كان كل ما يجي يخش عليها تصرخ عليه بصوت عالي وتقول له اطلع بره. عماد اللي كانت روحه فيها بقت مش طايقاه. التحول المرعب ده ما كانش ليه اي تفسير منطقي. عماد وايمان بيت مصري عايشين عيشه بسيطه على قد حالهم في حي شعبي. عماد راجل صنايعي وشقيان، وايمان ست بيت اصيله شايله البيت، وبنتها الوحيده هي فرحه وهي كل حياتهم. فرحه كانت في تانية اعدادي، بنت شاطره وهاديه ودايما من الاوائل. حياتهم كانت بسيطه ومليانه رضا لحد ما النور ده بدا يطفي واحده واحده. لفوا بيها على الدكاتره، بطنه، اطفال، مخ واعصاب، حتى الدكاتره النفسيين. الكل كان بيقول بنتكم زي الفل، ما فيهاش اي حاجه نفسيه ولا عضويه. الدكاتره كانوا عاجزين، والبيت نفسه كان بيتحول لبركان من الحزن، ومحدش كان عارف السبب. لحد ما في يوم جمعه ايمان وهي بتنظف لقت الاجابه، وكانت ابشع مما تتخيل. وهي بتكنس تحت السرير المقشه خبطت في حاجه لازقه في ظهر السرير من ورا، وطت عشان تشوف، كانت حاجه ملفوفه بعنايه شديده كانها حجاب متثبته بلزق. وايمان حاولت تفكها بس ما عرفتش. ايمان كانت مرعوبه اصلا انها تفكها، بس فضول الام خلاها تجرب. بدات تفك الخيط الاحمر ده وتحاول تفك عقده ورا عقده ورا عقده. الورقه كانت مربوطه باكتر من 20 رابطه. بعد ما فكت اخر عقده الورقه اتفتحت وشافت كابوس، ورقه صفرة قديمه عليها رموز وكلام مكتوب بحبر احمر كانه دم ناشف، وفي نص الورقه مكتوب بخط معوج: فرحه بنت ايمان مرض وتفريق وكره لابيها حتى الممات. وتحت الكلام ده حته قماش صغيره من هدوم فرحه ومعاها شعرها. في اللحظه دي كل حاجه بقى ليها معنى. ايمان حطت ايديها على بقها عشان ما تصرخش، وحست ان الارض بتتهز من تحت رجلها. جريت على عماد وهي بتعيط: عماد الحق، عمل لبنتنا فرحه. عماد مسك الورقه، ورغم ان هو مش بيامن قوي بالحاجات دي، لكن لما قرا الكلام وربطه باللي بيحصل لبنته بدا يفهم ان الموضوع مش مجرد كلام. البنت مريضه مش في جسمها، دي مريضه بسحر. بص لايمان وقال لها بصوت مخنوق: مين اللي قلبه اسود يعمل كل ده؟ الاجابه على السؤال ده كان محتاجه حد بيفهم في الامور دي. لما جابوا فرحه للشيخ، اول لما بصت في عينيه بدات تصرخ وتترعش كأن نار ولعت فيها. صوتها اتغير بقى غريب كأن راجل عجوز بيتكلم من زورها. كانت بتشتم وتلعن بكلام مش مفهوم. ايمان كانت بتعيط وهي بتبص لبنتها الوحيده وهي بتتدمر قدام عينيها. الشيخ بدا يقرا قرآن بصوت عالي وقوي، وفرحه كانت بتتلوى زي التعبان وتحاول تقفل ودانها، وصوتها الغريب يعلى مع كل ايه. اللي حصل ده كان عنيف ومرعب بس كان ضروري. في نفس اليوم قرر عماد وايمان ان هم لازم يلحقوا بنتهم، وراحوا للشيخ اللي احنا لسه جايبين سيرته. الناس بتحلف باعلام وصلاح الراجل ده. اول ما شاف الورقه ملامحه اتبدلت، وقالوا هو بيستغفر: لا حول ولا قوه الا بالله، ده سحر اسود. بص لايمان وعماد بجديه شديده وقال لهم: اللي عمله ده شخص قريب منكم، حد بيكرهكم لدرجه انه ممكن يبيع اخرته علشان بس يدمركم. طلب منهم يجيبوا فرحه فورا. بعد ساعات من العلاج فرحه صرخت صرخه طويله. الشيخ مسح عرقها وقال: ده سحر اسود قوي ومتمكن منها، بس بدا يتفك، فخدوا بالكم منها كويس. اللي عمل كده هيحاول تاني. وتحذير الشيخ كان فعلا في محله. في يوم اخت ايمان سماح وخالة فرحه جت تزورهم زي العاده. ايمان قامت تدخل المطبخ تجيب حاجه، ما غابتش دقيقه، ولما رجعت ما لقتش سماح قاعده في الصاله، وسمعت صوت حركه خفيف جاي من اوضه فرحه. دخلت الاوضه فجاه لقت سماح جوه واقفه جنب السرير بتاع فرحه وفي حاله ارتباك. سماح انت بتعملي ايه هنا؟ سماح اتخضت وبصت لها بسرعه. كنت بشوف فرحه فين. ايمان بصت لها بصه كلها نار. قلتلك انها في الدرس، ايه اللي دخلك اوضتها؟ صوت ايمان بدا يعلى والغل اللي جواها بدا ينفجر. انت اللي عملت كده ببنتي، انت اللي سحرتيها. المواجهه دي كانت بدايه كشف الحقيقه المره. بعد ما فرحه بدات تتحسن، اخت ايمان الصغيره سماح بدات تزورهم كتير. فجاه كانت بتسال عن فرحه بطريقه غريبه: بقت كويسه؟ يعني خلاص ما بقتش بتتخانق معاكم؟ كلامها كان زي الابر في قلب ايمان، كانها بتطمن ان خطتها فشلت. لحد ما عماد شافها بنفسه، كان طالع على السلم ولقاها بترش حاجه قدام باب شقتهم. كل الشكوك اتاكدت. سماح وشها بقى اصفر، على الرغم برضه ان عماد شافها الا ان هو عمل عبيط وما واجههاش، وقالت:
انا اعمل كده ببنت اختي؟ انت اتجننتي. ايمان صرخت باعلى صوتها والجيران سمعوها. لا ما اتجننتش، انت اللي قلبك اسود ومليان غل. يا بابا عملت. سماح انهارت قدام ابوها بعد ما ايمان وعماد واجهوها بابوها. كل اللي جواها طلع في لحظه واحده. انا طول عمري بكرهها، هي خدت كل حاجه حلوه مني. جوزها بيحبهم وبيشتغل عشانهم، وانا جوزي قاعد في البيت زي قلته. بنتها شاطره وكل الناس بتحبها، وولادي محدش بيجيب سيرتهم. كنت بشوفها عايشه عيشه سعيده، وانا حياتي كلها نكد في نكد. رحت للدجال قلت له يدمرهم، يفرق ما بينهم. كنت عايزاهم يتبهدلوا زيي، ولما لقيتهم بيتعالجوا تاني رجعت تاني علشان يقوى السحر تاني، عشان انا مغلوله منها. عماد جه على صوت صريخ ايمان، الفضيحه كانت كبيره والناس اتلمت. عماد اتصل بحماه اللي هو ابو سماح اللي جه على ملا وشه. لما عرف الحقيقه سالها ليه يا بنتي؟ الاب وقف قدامهم ووشه كله كسوف. قال لها بصوت هادي لكنه مليان غضب: سماح انت من النهارده مش بنتي، ومش هتخرجي من البيت ده خلاص. والكل كان فاكر ان الكابوس ده خلاص خلص، بس الكوابيس العنيفه دايما ما بتخلصش خلصان سهل. بعد شهور الدنيا هديت. ايمان كانت بترتب دولاب قديم، لقت ورقه متطبقه ومستخبيه في وسط هدومها هي. فتحتها وهي ايديها بتترعش، لقت جواها طلاسم مختلفه: ايمان بنت فلانه، خراب وشتات وطلاق حتى يفرق بينهما وبين زوجها عماد. وتحت الكلام ده كان في حته من طرحه قديمه بتاعتها. ايمان فضلت واقفه في مكانها برعب. فهمت ان اختها ما عملتش بس عمل لبنتها، ده عملت عمل ليها هي شخصيا. بعد ما سماح فضفضت واتحبست في بيت ابوها، البيت الصغير بتاع عماد رجع تاني زي ما كان، وفرحه اتعالجت تماما بعد شهور طويله، وشها رجع ينور تاني زي الاول، وبقت بتضحك وتهزر مع ابوها زي زمان. ايمان كانت كل يوم بتبص لبنتها وتقول الحمد لله يا رب رجعتها لي بعد ما كنت هفقدها. بس زي ما قلنا سماح ما كانتش سهله، لانها عملت اتنين: واحد لبنتها عشان تمرض وتكره ابوها، والتاني لايمان عشان بيتها كله يتخرب. وان الورقه التانيه دي كانت لسه مستخبيه ببيتها كل الوقت ده، مستنيه اللحظه الصح عشان مفعولها يبدا. بصت على عماد وهو بيصلي في الصاله، وعلى بنتها اللي بتضحك وهي بتذاكر، وحست برعب بجد. هم قدروا يوقفوا الرصاصه الاولى، بس الرصاصه التانيه كانت لسه مستخبيه جوه قلب البيت، بس محدش يعرف هتتضرب تاني امتى.